السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمستمعين، أهلا وسهلا بكم برنامجكم المفضل صباحكم سكر مسكر. طبعا احنا معانا الطباخ بتاعنا والشيف الأول حمودة بيه، أستاذ حمودة المعبدي. طبعا هو عامل لنا هنا شوربة مغربي، بس أنا عايزين نشوف نور الناس. دي شوربة مغربي يا جماعة، قولوا بسم الله ما شاء الله. تمام. وهنا دي حلة مكرونة جارية أو مبكبكة زي ما أغلبية الشعب المصري بيقول. دي اسمها مكرونة جارية مش مبكبكة. وطبعا ده الرز بتاعنا، طبعا الرز الاحمر البدوي. وطبعا دي اللي يعني احنا الاجواء بتاعتنا دي اجواء بدويه مطروحيه مليون في المية، مش 100%، مليون في المية. وطبعا استاذ حموده اللي هو الطباخ بتاعنا اهو يا جماعه، شايفينه ده الاستاذ حموده، غني عن التعريف. اسال عليه بس حموده المعبدي. تعال ننزل مطروح خلف الطبيه، قول فين الاستاذ حموده. والمساعد بتاعه استاذ حسين اهو برضه اهو، اللي الراجل اللي بيظبط علينا في الشاي والكلام ده كله. طبعا احنا ده المطبخ بتاعنا بقى. دي طبعا شويه السلطه بقى اللي هي ايه، السلطه كده ايه الحرشه. تمام. ومعاهم بقى شويه المخلل. تمام. يا جماله بقى يا جماله. وطبعا ادي البصل عشان طبعا البرد والكلام ده كله، وادي الليمون، وادي الشاي، وادي طبعا يعني انا مش عارف اقول لكم ايه الموضوع، بس هو الموضوع شيق للغايه لدرجه ان انا مش عايز اخش جوه. يعني احنا قاعدين جوه هنا في مبنى كده، وده العربيات جايبانا في قلب الصحراء، بس انا مش عايز اسيب حموده بصراحه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. دي بقى يا جماعه الشوربه المغربي اللي حد بيسال عليها. انت ممكن تدخل على جوجل وتاخد كل التفاصيل، بس لازما اللي يرد عليك واحد زي الاستاذ حموده كده، متخصص هوايه، مش طباخ. هو هاوي عليه نفس في الاكل، وربنا ما شفت نفسه في اي مكان، ولا في مطعم ولا في بيت ولا بكلام. الله يبارك له وربنا يديله الصحه ويكفيه شر المرض يا رب. فاحنا طبعا هنا يعني مش عارف اقول ايه بجد. احنا عايزين يا جماعه ندعم الاستاذ حموده، واللي نفسه في اي اكله يقول لي عليها وانا اخلي الاستاذ حموده ايه يطبخ. بشكركم على حسن استماعكم. كان معكم الليمبي مطروح صانع السعاده من برنامجكم المفضل صباحكم سكر يا مسكر.